عن الإعانة المقطوعة سبق وأحرموني منها 7 سنوات الحرامية لأنها تسرق، وقدمت في شهر 7، المفروض استلمها في شهر 7، قالوا قدم، وقدمت قالوا تمسك سرعة، وقدمت ولي الآن 6 شهور. جيت أراجعهم اليوم قال لي والله معاملتك موقفة. ليه؟ قال عندك بنت موظفة راتبها 2800 ريال هي المسؤولة عنك تصرف عليك. بالله هذا جواب؟ بالله هذا جواب؟ بنت راتبها 2800 تدفع 1200 مواصلات والباقي في فطور تصرف علي؟ إلى حد وين فيكم الإجرام وصل؟ بلد يصرف على 20 دولة حروب. أمس وزير المعارف متبرع ب5 مليار دولار ببناء مدارس، ونحن ميتين جوع، وتقولون رؤية 2030. أية رؤية إذا هذه تصرفات تصير علينا في البلد؟ والله ما تنجح رؤية على الطلاق لو دخلكم في السنة 2 تريليون. والحرامية بالشكل هذا. هذه موجهة إلى وزير العمل. أنا أشهد بالله العلي العظيم إن كان باقي لنا حق في هذا البلد أنا وأسرتي يعطينا حقنا، وإن كان ما عندنا حق أنا الحمار ما اشتغلت حرامي، ما زورت، ما ارتشيت، ما أرشيت، ما هربت، ما صرت خاين، ما صرت مع داعش، ما صرت مع القاعدة، ما صرت في تنظيم إرهابي. كان أكرمتوني وأكرمتوا أسرتي، وحتى أولادي كان بتزوجونهم زيادة. يا أنا مقطوعة تقطعها علي علشان عندي بنت راتبها 2800 ريال وتقول هي المسؤولة عني؟ أجل أنتوا اللي تسرقون تريليونات ومليارات، سرقتوا البلد على 50 سنة، سرقتوا الميزانيات. ها؟ ما حد سألكم.